هنكمل بقى مع حضرتك المشوار النضالي الجميل والمشوار الادبي ايضا. حضرتك عميد ادب الاقاليم كما يطلق عليك. هما اللي بيقولوا. لا لا، حضرتك تستحق اكثر من ذلك. هنسترسل بقى في الكلام ونستأنف المشوار الادبي والمشوار النضالي ايضا، فهم اعتقد ان هم يعني متوازيين يعني. فمشاركتك برضو في الحرب في موضوع الاسر يعني نتكلم عن المرحله دي. جت طبعا ازمه 67 وهي الحقيقه كان اساسها قفل الخليج. يعني اللي حصل ان في 56 برغم الانتصار السياسي اللي حصل، انما كان في تنازلات حصلت للاسف ولم تعلن. من هذه التنازلات ان هم يعدوا من خليج العقبه. المفروض ما يعدوش لان دي مياه اقليميه مصريه. من ضمن التنازلات ان هم جابوا قوات الطوارئ في سيناء. من ضمن التنازلات ان هم يعدوا في قناه السويس تحت علم بنما الاسرائيليين يعني. من ضمن التنازلات كان فيه فدائيين بيقوموا من غزه يضربوا العدو الاسرائيلي وكده، وكانت غزه تحت الاداره المصريه. فتعهد عبد الناصر ان هو ينفذ الطلبات دي. ممكن يكون قائد مضطر لهذا، ما عندوش، انما يعلن يعني للشعب. ممكن يكون لا بديل امامه، لا بديل، فليكن، انما ما تخبيش على الناس. ما تخبيش عليه. لان جينا في حرب 67 لقينا التنازلات دي موجوده ومحدش يعرف عنها حاجه. ولا الشعب يعرف عنه حاجه. فجاي هو عايز يقفل. مهم جدا يعني يكون المصداقيه والشفافيه بين القائد لازم تعد الناس لمواجهه الخطر اللي هم عايزين. انت عايز تسترد ادارتك على الخليج نفسها وتمنع اسرائيل. وكان ده درس مستفاد، لان ده نكون في شفافيه. الخليج ده نفع العدو الاسرائيلي بطريقه لا تتصورها، لان جنوب اسرائيل ميت، صحراء النقب. لما عدى من الخليج انت فتحت له طريق تجاره للمحيط الهندي وانعشته اقتصاديا وخليته يعمر ايلات. ايلات دي اصلا مصريه. ايلات دي هي قريه ام رشاش المصريه. خدوها هم في سنه 51 ولم يتكلم النظام المصري وقتها، وحتى الان لا يثير القضيه مع انها ارض مصريه، لان فلسطين تحت الانتداب ملهاش منفذ على الخليج. فلما جه عبد الناصر ده 51 كان ايام الملك بقى. 51 ايام الملك، انما ما ضموهاش رسميا الا سنه 52 اغسطس 52. ضموها وعملوها تمام مينا تحت اسم ايلات. وايلات ده اسم من جزيره موجوده، فحبوا يجيبوا اسمه اسطوري يعني انها مدينه قديمه وكده عشان ما تبانش سرقتهم. يعني هم سارقينها ومعروفه المسائل دي كلها. والمفروض نطالب بها النهارده على هذا النظام اللي بيدعي ان هو ضد اسرائيل والصهاينه، وكنا قاعدين نسمع صوته كبير قوي على العدو الصهيوني. النهارده هو اللي بيسكت صواريخ المقاومه انها توصل اسرائيل. فكيف ينسجم هذا؟ انا مش قادر افهم. وامريكا اذا كانت بتهاجم النهارده مش هتهاجم بكره. ونرجع للموضوع. فلما جيت قفلت الخليج فجاه، لا الشعب المصري عارف ولا الجيش المصري مستعد. فطبعا ديك يعتبر ده حق مكتسب تعديته من الخليج. لازم يشن حرب. فشن الحرب وانت مش مستعد. انت كنت بتعمل تهويش سياسي وفاكر ان العدو مش هيستجيب. طب العدو قال لك تعال. ازاي ما تكونش مستعد؟ انت نص جيشك في اليمن وما انتش مستعد. يعني كانت كارثه بكل المعايير. كانت كارثه بكل المقاييس، سياسيا واقتصاديا وعسكريا الى اخره. فكان حصل بقى حرب 67 والمأساة وحدث ما حدث عايشناها كلنا. انها برغم ذلك زي ما قال الاستاذ حسام المقاومه مستمره وبطريقه، والروح نفسها الروح المصريه يعني اثناء الحرب برغم ان هم اكتسحوا سيناء بالمدرعات الاسرائيليه وكده، انما كان فرد المشاهد المصري بيقاوم. وانا شفت ناس قاعده في الخنادق بالرغم ان المواقع ساقطه كان يرفض يسلم نفسه، ودي كان يخش يمسحه بالدبابات وما رضاش يسلم نفسه ويضرب عليه نار برضه. وفي الاسر الاسرائيلي برضه المصريين العزل جوه الاسر قعدوا يقاوموا. هيعملوا مجلات حائط عملنا، يفرضوا علينا مثلا اكل معين كنا نرفض ونطلع نزقلهم بالطول. حضرتك اسرت بالفعل. كنت في المعسكر عتيق. حكايه الاسر دي ايه يا استاذ فؤاد؟ كان سنه 68 من يونيو 5 من 6 يونيو 65 قصدي 67 لغايه
حاجه يناير، يعني يناير السنه اللي بعدها 68. فالمصريين قعدوا يقاوموا وعاشوا حياتهم جوه اسرائيل، ولدرجه ان احنا يعني حرب الاستنزاف يعني. ها؟ كان بدأت حرب الاستنزاف اعتقد. حرب الاستنزاف بدأت 69. 69. تمام. بدأت حرب الاستنزاف 69. وحرب الاستنزاف دي على فكره من الحروب المهمه شريفة جدا نبيلة جدا، وما خدتش حقها برضه. لا في الكتابات السياسيه ولا في الكتابات العسكريه الادبيه، لان انت ما كانش ممكن تنتصر على اسرائيل في 73 الا لما تواجه العدو وجها لوجه. ففي حرب الاستنزاف شفناهم رأي العين. اصل انت بيبقى فيه هلع على العدو ان هو ما وهو بيحترف ده، محترف ده، هو بيجيد ان هو يعمل هاله كانه سوبر مان يعني. لا لما تتعامل معاه وتشوفه يعني في حرب الاستنزاف بقوا يعدوا كتائب مصريه تخطف عساكر اسرائيليين لما يشوفوه انسان عادي زيه. ايه الفرق بينه وبين اقدر اهزمه؟ بالعكس ده كان بيخاف مني وهكذا. فحرب الاستنزاف دي عودتنا ان احنا ما نهبش الاسرائيليين برغم الدعايه اللي كانت حاصله. ثانيا اتعلمنا ازاي نهاجم ونفكر تحت ضغط النيران، يعني الضرب شغال يمكن ال 24 ساعه، غارات الطيران لا تنقطع، ومع ذلك تقدر تفكر ازاي بقى وتملك اعصابك ان رغم ان الضرب شغال اقدر افكر. المتوقع تحت النيران ان انت تفكيرك اتشل خالص. ازاي افكر واعمل، فانت بتتعود ان انت تفكر تحت ضغط النيران وحاجات تكتيكيه ان انا اقدر اهاجم العدو. وانا رايي ان حرب الاستنزاف هي المقدمه الحقيقيه لحرب 73. طب القصه نفسها ازاي اسرت يا استاذ؟ القصه نفسها الحقيقه كتبت مجموعه قصص بعد ام عادل بقى خلاص، بعد اللي هي مجموعه سلامات عن المقاومه اللي حصلت في سيناء، اغلبها عن نماذج بسيطه من الجنود اللي كانت موجودين. يعني جندي فلاح عادي اصلا، واحد صاحب مخبز، مدرس عادي، طبيب بيطري، كل فئات اللي هو التركيبه الشعبيه اللي كانت موجوده. وازاي قابلوا بلاء حسنا في الحرب برغم الظروف القاهره اللي تخلي اي ناس ممكن تجري او تسيب السلاح او حاجه كده، انما الحقيقه كانوا بيثبتوا وبيقاوموا. فعملت الشخصيه المصريه تأنف ذلك، يعني اللي هي حتى تستسلم او تجري او تهرب حتى تحت اي ضغط يعني. كانوا الحقيقه بيبقوا موجودين وبيقاتلوا ومضحيين تضحيه لدرجه ان العدو بقى يدهش. يعني بقى يجيبوا الميكروفونات ويذيعوا، يجيبوا ناس يتكلموا بالعربي الفلسطيني، ما تخافش يا مصري، اطلع يا مصري، مش عارف ايه. فكانوا الجنود الحقيقه بيرفضوا يطلعوا من الخنادق وكانوا بيضربوا بالنار، مع انه بيضرب على دبابات يعني ما يأثرش فيها خالص. صحيح. واخد بالك؟ فما كان اللي بيتأثر يا اما مجروح او طبقوا على الموقع كله بدغدغ يعني وحاجات زي كده. وبالفعل حضرتك اصبحت تحت الاسر. كنت مجروح، عندي شظيه في كتفي ونازف دم وكده. وبعدين الموقع اللي احنا كنا فيه اتضرب، كنا في جرازه ما بين رفح والعريش في نص السكه تقريبا يعني. فدخلوا الموقع طبعا مسحوه بالدبابات، وبعدين طبعا طول الليل يضربوا عليه بمدفعيه البرج. هي اساسا كانت زي محطه سكه حديد. احنا كنا عسكرنا فيها لان انت عارف الصحراء مكشوفه ومفيش غير البحر بعد كده. فقعدوا يضربوا فيها طول الليل. تاني يوم كان الموقع مهدم وكلنا تقريبا الاحياء جرحى يعني. فقبضوا علينا وخدونا معسكرات القصر وكده. طيب اذا ما فوتش انا بقى الفتره دي او المرحله دي وطريقه التعامل معاكم كاسرى، انت حضرتك ازاي تقبلت هذا الوضع كأسير؟ طبعا اذا قلت ان مفيش اكل يعني مفيش اكل بالمعنى الحقيقي يعني. بنجيب لك مثلا بعد ما رحنا اولا وانت في الجبهه بيتك ليلتين في عمل معسكر مؤقت في رفح، مجرد ارض مصورها كده وانت نايم فيها ليلتين كاملين، لا اكل ولا شرب ولا دورة يعني معاملات في منتهى القسوه ولا اي حاجه. وديك واقف في الرشاشات، اللي يرفع دماغه بيضربه على طول، اللي يطلب دورة ميه يقول له قوم تعالى احفر، يحفر يقوم ضربه وحطه في الحفر. فقعد ليلتين كاملين في الطل بتاع الصحراء ده، لا اكل ولا شرب ولا دورة ميه. بعد كده جت اتوبيسات رحلت الناس لاسرائيل. فوانت في السكه المفروض انت بقى بقيت تبعهم يعني. فيطلع واحد مجند ويقوم ضارب رشه في الاتوبيس. هم كانوا مأجرين اتوبيسات
عشان ترحل الأسرى إلى معسكر عتليت اللي هو مكان جنب حيفا. هو كان أساسا معسكر للجيش البريطاني أيام الحرب العالمية الثانية، وهم لما خدوا فلسطين حولوه معسكر للأسرى. فبيطلع بقى واحد يقوم ضارب دفعة والحراس ما يسألوش فيه، يمشي ضارب دفعة تفوت على مستوطنة، هي الحقيقة مش مستوطنة، المفروض تبقى مستعمرة مش مستوطنة. يطلع واحد برضه ممكن يضرب معاه مسدس او معاه بتاع، يضرب على الأسرة يموت له 4 5 6. فتيجي تتكلم تحتاج يقول لك اصل اخوه مات في الجبهة، اصله زعلان معرفش عشان ايه، اصله كذا، اصله كأنك انت عرضة بقى الغضب هؤلاء الناس يعني. مالكش اي حقوق خالص، ما فيش اي حقوق لغاية ما وصلنا معسكر الأسرة. بعدها ب4 أشهر جه الصليب الأحمر. يعني بعد 4 شهور أي حد مات في هذه الفترة الله يرحمه، ما فيش عليه حتى أي حقوق من أي نوع. الأكل طبعا فترة مريرة يا أستاذ فؤاد يعني. فترة مريرة جدا. وبعدين بقول لحضرتك بيجيب رغيف مثلا ويقطعه 7 أقسام، ويدي كل واحد جزء. يجيب كرومبة مثلا ويقطعها شرايط، كل واحد شريطين 3، ده الغدا لقمة مثلا وشريطين 3. الصبح مثلا مية مسخة كده مسميها شاي، عامل أذان كبير فيه شوية تفل كده وبتاع، شوية مية ده شاي، ومية تانية دايبة على أساس إن ده جبن مثلا أو حاجة زي كده يعني يا دوبك مخليك عايش لا أكثر ولا أقل. فطبعا انتشرت الامراض وانتشرت الجروح وانتشر الامن. كنتوا كام واحد تقريبا يا استاذ فؤاد؟ لا ده كنا 5000 واحد. 5000 الجبهه اصلها انهارت. الدبابات دخلت في تاني يوم، كانت الدبابات في العريش وطلع على الجبهه. مفيش الجيش بتاعك اغلبه القوه الضاربه في اليمن، وانت طالع بقوات احتياط اللي هو كانوا سابوا للحرب اصلا. ده نص قوات الاحتياط كان لابسه جلاليب، ناس لابسه جلاليب ولابسه هدوم ملكي، لسه ما خدتش سلاح. وحصل الهجوم. مين المسؤول عن ده؟ طيب في فترة الأسر قعدت حضرتك كام شهر؟ قعدنا حوالي 8 أشهر الحقيقة في الأسر. بعد 4 أشهر جه الصليب الأحمر فورناه بقى الوضع وكده. المآسي دي. وبدأ بقى ياخد أسماء الناس وكده ويبلغها للأهالي في مصر وكده. وبعد كده بدأوا يعرفوا بقى إن الناس أحياء بعد حوالي 4 أشهر من الأسر. وبدأ بقى نطلب بقى من الصليب الأحمر حماية أو حقوق يعني مساعدات بقى. اتضح إن بقى الدول الحقيقة مصر كانت بعت لنا هدايا، القوات المسلحة الشؤون المعنوية كانت بعت لكل واحد شنطة فيها بيجامة وكولونيا وأكل وحاجات من هذا النوع يعني، ومواس حلاقة. ده بعد 4 شهور. لاحظ أنت طول ال4 أشهر ديت زي ما طلعت من الجبهة بعرقك بدم متخسر بالجرح. مفيش غيارات، مفيش علاج، مفيش أي حاجة تتخيلها. وهدوم مقطعة طبعا من الجبهة وبتاع وحاجات زي كده. مفيش غيارات داخلية، مش سامح لك تستحمى أصلا لأن مفيش حمامات أصلا. عامل جوار كده عشان تطلع دورة المية، والناس مكشوفة قصاد بعض. البهوات دي اللي جايه من اوروبا وجايه تعلم الشرق الحضاره، هم اللي بيعملوا هذا النظام. البهوات دي اللي بيتكلموا عن حقوق الانسان النهارده. اخواننا الامريكان اللي بيتكلموا عن حقوق الانسان ما بيتكلموش ليه عن حقوق الانسان بتاعه الاسرائيليين اللي عملوه معانا ده، بيعملوه النهارده مع الفلسطينيين. حضرتك برضه في الفلسطينيين والسجون الفلسطينيه بيعملوه مع الفلسطينيين النهارده، وعملوه مع الاردنيين قبل كده، وعملوه مع السوريين. هم قوي زعلانين قوي النهارده على بشار عشان حقوق الانسان. طب وما زعلانين ليه على الاسرائيليين وحقوق الانسان؟ والاسرى الاسرائيليين الاسرى الفلسطينيين عندهم بيموتوا من الجوع ومن الاضرابات. فين الامريكان وفين حقوق الانسان ان شاء الله؟ حضرتك كنت كتبت روايه؟ كتبت انا روايه الحقيقه اثناء فتره الاسر. كان مسموح لك تقعد تكتب وكانوا بيسمحوا لك؟ ولا كنت بتخلص بقى؟ 4 اشهر بقى بدانا. بقول لحضرتك عملنا مجله حائط. فهم طبعا مش سامحين بحاجه، كانوا بيجيبوا شكاير الاسمنت. فطلبنا بقى اصلاح دوره الميه وتوصيل الميه وحاجات زي كده. فبداوا يستجيبوا تحت الحاح الصليب الاحمر، وجابوا بقى اسمنت عشان يرمموا يعملوا حمامات وقواعد وحاجات زي كده. فبقينا نسرق الشكاير الاسمنت، الورق بتاع الشكاير ده، ونقطعه ونعمله ورق.
وفي مجندين مع الإسرائيليين ألمان وفرنسويين وحاجات زي كده. أولاد كانوا صغيرين أياميها ما يعرفوش أي حاجة الحقيقة عن القضية العربية. القضية العربية هو مش جايين فاكرين دي أرض الله الموعودة، وجايين فبقينا نفهمهم. بعضنا معانا ناس بيعرفوا عربي فرنساوي وانجليزي وحاجات زي كده، فبقينا نشرح لهم القضية وكده. ولما كانت وصلتنا بقى الهدايا السجاير المصرية، فبقينا نديهم سجاير ونطلب منهم حاجات، يجيبوا لنا قلم، يجيبوا لنا مقايضات يعني مقايضات وحاجات زي كده. فبدأت أكتب بقى، جبت قلم وقعدت أكتب بعض القصص وعلقتها في مجلة الحائط، وبدأنا نتبادلها بين المعسكرات وكده. وبعدين وانا ايه رباطة الجأش ده يا استاذ فؤاد؟ يعني في ظل الظروف دي وظل ظروف الأسر وظروف يعني المعيشية الصعبة جدا جدا، وحضرتك بتكتب وبتبدع. المقاومة الحقيقية للعدو انك انت تعيش. هو عايز يموتك بأي طريقة. هو طبعا منع عنك الإذاعة. هو عدو الحياة يعني. هو عدو الحياة. مفيش إذاعة، مفيش جرايد، مفيش أي وسيلة اتصال بأي شيء. احنا قاعدين في القصر ما نعرفش ايه اللي حصل في مصر من تاني يوم الحرب أو تالت يوم الحرب. لما رحنا 4 شهور كاملة، 4 شهور ما نعرفش هل مصر انتصرت، هل اتهزمت، هل عبد الناصر موجود، هل مش موجود، هل في حكومة، ما نعرفش أي حاجة خالص. منع عنا كل شيء. طبعا بيهبطك معنويا. النقطة الثانية ان الاكل الضعيف اللي بقول لحضرتك عليه ده، وعدم غيارات على الجروح والحاجات دي، في ناس بتموت. فقد منكم كم واحد يا استاذ فؤاد؟ لا، مات ناس كتير الحقيقة. ناس من ما تحملتش الحقيقة، ومات ناس من الضرب المباشر. لما عامل هو خطوط حوالين المعسكرات، اي واحد يخط خطوة كده بيضربوا بالنار. ففي ناس كتيرة ماتت، وعملنا مظاهرات فبقوا يضربوا. هم بيضربوا في المليان على طول، ما فيش تفاهم عندهم وحاجات زي كده. فطبعا بقول لحضرتك عشان تقاوم انك انت تعيش، عشان تعيش لازم تفكر. صحيح. فتبدا تكتب انك تبقى موجود وتخلي الناس تقرا. وبدأنا نعمل محاضرات. الناس اللي كانوا بيفهموا في التاريخ بيعملوا محاضرات ونفوتهم في العنابر. بالليل قبل التمام نهرب واحد في عنبر كذا يدي محاضرة في التاريخ مثلا عن فلسطين، عن كذا عن كذا. نعمل ترفيه. عملنا فرقة تمثيل في المعسكرات، لدرجة ان احنا وجبنا مكياج من المطبخ، الهباب مثلا بتاع لما رحنا المستشفيات او بقينا نديهم سجاير، فيجيبوا لنا الجنجانة الزرقاء دي او الميكروكروم الاحمر وكده، فاستغلناها في المكياجات وحاجات زي كده. بقينا ندي رشاوي بتاع المخزن، فيجيب لنا بطاطين مقطعه نعملها ستاير. وعملنا مسرح جوه المعسكر، لدرجه ان هم العساكر بتوعهم بيجوا يتفرجوا على بيجوا يتفرجوا. عملنا بقى ليله مصريه، عجين الفلاحه، مش عارف سلام موسى ديان، مش عارف حاجات زي كده يعني، تريقه عليهم سخريه. فبقوا يجوا يتفرجوا ويمشوا عادي، مفيش مشكله بالنسبه لي. تعرف حضرتك وانت بتحكي لي وبتسرد الاحداث دي، بيجول في خاطري ان الفتره دي ممكن تكون تصح ان تكون فيلم سينمائي يعني. ده يتعمل فيلم روائي. هو الحقيقه كان صلاح ابو سيف الله يرحمه عرض ان هو يعمل الفيلم ده، وبدأ يحضر ليه، انما اصطدم ببعض عقبات في التمويل. اكيد طبعا. عشان تحرك فرقه من الجيش عايزه فلوس كتيره جدا الحقيقه. يعني ممكن يعني فكرتي صح ان هو فعلا يجوز بجد ان هي تبقى فيلم. فكان عايز ان هم يساهموا معاه مجانا، فما وفقش معاهم يعني. فانا كان لا، تجربه ثريه رغم قسوتها، لكن هي تجربه ثريه. مخرج منتج فلسطيني الحقيقه اللي هو عمل الروايه بتاع البساطي، مش فاكر او مين، كان عايز يعمل الروايه واتصل بيا فعلا وبدا يحرر. انما اسمها ايه بحضرتك كتبتها؟ الحظ السائل. الفيلم الاولاني اللي عمله افلسه. فاحنا في انتظار بقى منتج جديد. وصلاح ابو سيف الله يرحمه بقى طبعا اللي هو كان متحمس، ما وفقش. ربما ان شاء الله ربنا يكرمنا مصر ولاده يعني، لان فعلا تجربه تستحق بجد. الله يخليك. استاذ حسام، ننتقل لحضرتك ونتكلم